لو انا عملت توكيل لحد في مصر وبعد كده سافرت واكتشفت ان انا مش محتاج التوكيل اللي انا عملته للشخص ده، سواء كان محامي او كان شخص عادي، بس بشرط ان يكون التوكيل ده مش مكتوب فيه لا يلغى الا بوجود طرفي عشان نبقى محددين. تمام. في الحالة دي حضرتك بكل بساطة هتروح القنصلية وهتعمل، او السفاره اللي في الدوله الاجنبيه اللي انت فيها، وهتعمل توكيل خاص بالالغاء لحد انت تعرفه في مصر، وبعد كده هتبعته للشخص ده، والشخص ده هياخده يعمل له ايداع في الشهر العقاري بعد تصديق الخارجيه، وبعد كده هيروح الشهر العقاري اللي صدر منه التوكيل، وبعد كده هيقدر يلغي لك التوكيل بكل بساطه من الخارج او من الداخل بعد ما يكون هو في مصر. طيب الحالة التانية أو الحاجة التانية اللي ممكن تلغي بيها التوكيل وأنت بره مصر، من خلال برضو السفارة أو القنصلية عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. هتعمل نموذج هناك هم محددينه، أو هتكتب في نموذج هناك محددينه برغبتك في إلغاء رقم التوكيل كذا لسنة كذا بحرف كذا، وبعد كده هيتم إعلان الشخص اللي أنت ألغيت له التوكيل ده، وبالتالي هتبقى لغيت التوكيل. ولكن لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا. في الحالتين اللي أنا قلت عليهم لازم يتصل بعلم الشخص اللي انت بتلغي له التوكيل ان انت لغيت له التوكيل، علشان قانونا لا ينتج اثره الالغاء ده الا لو اعلن الشخص ان التوكيل اتلغى له، علشان لو هو بيعمل لك حاجه يوقف الحاجه دي علشان هو ما يحصلوش مشكله، وفي نفس الوقت ما يبقاش يتصرف في حاجه من وراك. يا ريت نفعل الاشتراك في القناه ونفعل الجرس، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.